كلنا تابعنا خلال اليومين اللي فاتوا الحادث البشع لسمكه قرش التايجر اللي ظهرت على شواطئ الغردقه، وده اضطرها انها تتعامل معاه كفريسه. والموضوع ما وقفش لحد هنا، لا دول كمان عملوا لها فخ واصطادوها، وكل ده وهي يا عيني مش عارفه ذنبها ايه. في العادي بتتواجد سمكه قرش التايجر على عمق 350 متر، لكن في الوقت ده من كل سنه بيزداد عدد تواجدها على السطح، وده لاسباب خارجه عن ارادتها تماما. طب ليه في الوقت ده بقى تحديدا؟ ركز بقى معايا عشان اللي جاي مهم وهقولك. لان في الوقت ده من كل سنه قبل عيد الاضحى بتمر كميات كبيره من القوارب اللي شايله اضاحي وفراء وجلود وغيرها من الحاجات اللي بيتسرب منها رواسب للميه، وده اللي بيسبب حاله من السعار والهياج لاسماك القرش، لان ربنا خلقها بحاسه شم قويه جدا فبتطفو السطح وبتبدا تتعامل مع اي حد قدامها معامله الفريسه وبتهاجمه على طول وبدون اي دوافع. يعني هي لا بتاكل الانسان ولا بتستطعمه اساسا، لكن ده بيحصل بسبب اضطراب نظامها الغذائي. يعني اللي كانت متعوده على اكل السمك فجأة بقى أكلها من لحوم مختلفة زي الخرفان والحيوانات النافقة، والدليل على إن أسماك القرش ضحية للإنسان طول الوقت مش العكس، زي ما أثار على مواقع التواصل الاجتماعي إن هجمات أسماك القرش على البشر لا تتعدى 60 هجمة في السنة، ووفيات البشر من هجماتها ما يزيدش عن 7 أفراد في السنة، في حين إن عدد أسماك القرش اللي بيصطادوها البشر يتخطى ال 280 مليون سمكة قرش في السنة. يبقى مين فينا بقى المتوحش؟ صحيح ما ننكرش إن منظر مهاجمة سمكة التايجر للسائح الروسي كان صعب وممكن يضرنا بشكل ما، لكن خلينا متفقين ان منظر اصطياد سمكه القرش بالشكل ده هيضرنا، واصعب بكتير من مهاجمتها البني ادم اقتحم مكانها وهي في حاله من السعار والهياج، وهي اتعاملت معاها عادي جدا بغريزتها الطبيعيه اللي ربنا خلقها عليها. لو انت لا قدر الله في يوم اتحطيت في موقف مشابه لموقف السائح الروسي ولقيت نفسك فجأة قدام سمكة قرش، تعمل ايه؟ برضه هقولك، ما انا مش هسيبك برضه عايم قصدي محتاس. أول حاجة لازم تتصرف بهدوء شديد وتقف بشكل عمودي، ولو عرفت تغطس وتطلع بابلز يبقى تمام قوي، ده لو كان عندك نفس. تاني حاجة حاول انك تعوم ببطء شديد لاتجاه الشاطئ، بس مش بسرعة، لانها لو حست انك بتهرب هتجيبك. خلي عينك عليها طول الوقت، ولما تقرب منك وتحاول انها بس تتعرف عليك زقها بايدك من مناخيرها بس بالراحة، ده لو قلبك جابك يعني. انما بقى بمجرد انك شفت سمكة القرش وتعاملت معاها بمعاملة الكلب اللي تحت البيت واللي متعود تجري منه وجريت، يبقى ربنا يعوض عليك يا خلف عم الترع يختلف عن هنا. ولكن للاسف هتضطر تدوقك عشان تعرف طعمك ايه. لكن في العموم مفيش قرش بياكل الانسان، ووصوله لحاله السعار اللي عنده دي بسبب الانسان نفسه.